الحكاية بدأت في فيلا جميلة في حي هادي في القاهرة سنة 1950. بدأت صرخة كبيرة من سيدة الشغالة لما رجعت من بره ولقت الأستاذ جمال واقع في الصالة بينزف. فضلت سيدة تعيط وتصرخ وطلعت تجري بره الفيلا تستنجد بأي حد لحد ما لقت الشاويش. مسكت فيه وطلبت منه يروح معاها الفيلا عشان يشوف القتيل. جري معاها الشاويش بسرعة على الفيلا وسألها عن اللي حصل. في الوقت ده كان الشاويش وسيدة وصلوا الفيلا ولقوا الجثة فعلا. الشاويش قال لها تفضل مكانها لحد ما يروح يجيب الضابط، وقبل ما يمشي سألها مين تاني عايش هنا. سيدة قالت له مفيش حد هنا غير مدام سعاد مراته، بس هي ما كانتش موجودة في الفيلا. سمعها الشاويش وراح يبلغ الاسم بسرعة، ولما جه الضابط يعاين مكان الجريمة كان في مفاجآت جديدة وغريبة. الجثة اللي شافها الشاويش اختفت، وسيدة كمان برضه اختفت، ومفيش آثار دم في أي مكان. الفيلا كانت فاضية وهادية تماما. وقف الشاويش يحلف للضابط إنه شاف جثة هنا فعلا. الضابط ما كانش عارف يصدق الشاويش ولا يصدق عينيه، بس كلف رجالته إنهم يجيبوا مدام سعاد مرات القتيل المختفي، وأخد أوصاف سيدة الشغالة وكلفهم يدوروا عليها. ولما بدأ استجواب مدام سعاد كان واضح إنها ما تعرفش حاجة. هي قالت إنها بايتة عند والدتها بقالها يومين بسبب خناقتها مع جمال، عشان بيسهر بره البيت كتير وعشان عصبي دايما معاها على أتفه الأسباب. ووالدتها واختها أكدوا نفس الكلام اللي سعاد قالته للظابط. وتاني يوم في القسم كان في مفاجأة جديدة للظابط. فجأة لقى حد بيفتح عليه باب مكتبه وبيقول له أنا جمال صابر اللي الناس بتقول إني اتقتلت امبارح. وكانت مفاجأة كبيرة فعلا. وبدأ جمال يتكلم ويحكي اللي حصل. قالوا إنه بعت سيدة تشتري له سجاير، وبعدين جاله تليفون من حسن صاحبه عشان يتقابلوا ويخرجوا مع بعض. فخرج فعلا وسهروا وتعشوا ونام عند صاحبه كمان. وتاني يوم لما صحيوا راحوا دخلوا سينما عشان يغيروا جو شوية، وبعدها اتغدوا وكل واحد رجع بيته بعد كده. وقال جمال لما وصل للبيت قابل واحد من جيرانه اللي ما كانش مصدق انه لسه عايش، فحكى له اللي حصل ونصح يروح القسم. الضابط استغرب جدا من قصة جمال وسأله عن سيدة والجثة، انما جمال ما كانش يعرف حاجة عنه. وطلب الضابط يسمع شهادة حسن صاحب جمال اللي جه أكد كلام جمال بالظبط. وهنا ملقاش الضابط حاجة يعملها غير انه يقفل ملف القضية دي مؤقتا. ما هو مفيش جثة ومفيش جاني ومفيش حاجة، لكن محدش كان يعرف ان المستقبل مخبي رعب كبير. رجع جمال وسعاد للفيلا بعد كده، الفيلا اللي قصتها بقت اشهر من نار على علم في المنطقة، وكل شوية قرايبهم وجيرانهم يكلموهم ويطمنوا عليهم ويسألوا عن اللي حصل. جمال كان عنده اخ في اسكندرية، فخاف ان حد يبلغه بخبر وفاته بالغلط، فقرر انه يسافر في نفس الليلة عشان يطمنه، لأنه للأسف ما عندوش تليفون في بيته. حاولت سعاد إنها تخليه ما يسافرش، لكنه كان مصمم جدا عشان يلحق أخوه. واتحرك جمال على اسكندرية وفضلت سعاد في الفيلا. وهنا بدأت اللعنة. فجأة سمعت سعاد صوت كركبة تحت في الصالة، فنزلت تشوف فيه إيه وهي خايفة ومرعوبة. ولما نزلت تحت شافت راجل واقف في الصالة وبيبص لها بصات مرعبة. فضلت تقول له أنت مين؟ وهو ولا اتحرك من مكانه، كأنه تمثال بالظبط. وخافت سعاد اكتر واكتر وما عرفتش تعمل ايه. كل اللي عملته انها جريت على اوضتها تستخبى واتصلت بالبوليس. ولما وصل البوليس ما لقاش حاجه غريبه في الفيلا. الراجل اللي قالت عليه ما كانش موجود، ومفيش اثار كسر على الباب او الشبابيك، وحتى مفيش اي مسروقات. وبقى واضح للجميع ان سعاد اعصابها تعبانه ومحتاجه تستريح. لما رجع جمال من اسكندريه وعرف اللي حصل استغرب جدا وما كانش مصدق سعاد، بس مرضيش يبين ده قدامها عشان ما تتعبش اكتر. وطلبوا من اختها سامية انها تيجي تقعد معاها في الفيلا شوية. وجت سامية بالفعل، قعدت معاهم اسبوع كامل، اسبوع جميل وهادي من غير اي مشاكل او رعب. لكن واضح ان ده كان الهدوء اللي يسبق العاصفة. مشيت سامية عشان تستقبل جوزها اللي رجع من السفر، وبدأت الفيلا ألعابها من جديد. شافت سعاد جمال واقف متسمر في مكانه ويبص على الصالة وهو مرعوب. ولما حس انها قربت منه حاول يطمنها وقال لها من كتر إرهاقه اتخيل إنه شاف حد، وقال لها مفيش حاجة عشان ما تخافش. لكن الخوف عند سعاد ما كانش بيقل أبدا. سعاد بقت تسمع جرس الباب بيرن، ولما ينزلوا يفتحوا ما يلاقوش حد. وكمان في عز نومهم كانت بتسمع جرس التليفون بيرن، ولما تيجي ترد ما تلاقيش حد برضه. أصوات كركبة، صرخات دايما كانت تسمعها في الفيلا. جمال كان هيتجنن من كلام سعاد، لأنه ما كانش بيسمع حاجة، ولا جرس باب ولا جرس تليفون ولا أي حاجة خالص. لكن عشان يطمنها اشترى مسدس وسابه في البيت. حالة الرعب اللي بقوا فيها من الفيلا خلته يقول لها أكتر من مرة إنه خلاص مش عايز يقعد في الفيلا دي تاني.
مش هينفع يسكنوا في وسط الخوف والرعب ده. وطلب جمال من سعاد انهم يبيعوا الفيلا ويسكنوا في اي مكان تاني، ولكن سعاد رفضت. الفيلا دي كانت بالنسبه لها هي ورثها من والدها ومش عايزه تفرط فيها. ومع زياده الخلافات بين جمال وسعاد والحاله النفسيه الوحشه اللي وصلت لها سعاد، قرروا يسيبوا الفيلا بشكل مؤقت عشان يريحوا اعصابهم. راح جمال عند اخوه في اسكندريه، وراحت سعاد لاختها ساميه. ساميه كان صعبان عليها الحاله اللي وصلت لها اختها. طلبت ساميه من سعاد انهم يروحوا لدكتور نفسي عشان يشوفها، لكن سعاد كانت مصدقه كل اللي بتشوفه وبتسمعه. وهنا اتعصبت سعاد جدا وفضلت تزعق وتقول انها مش مجنونه، وراحت خرجت من عندها متعصبه عشان ترجع تاني على فيلتها. وهناك كان في مصيبه جديده. دخلت سعاد الفيلا ولقت جثه الراجل اللي شافته قبل كده في الصاله، وكان واقف بيبص لها من غير ما يتكلم، بس المره دي ما كانش واقف، كان واقع على الارض ومضروب برصاص والدم بينزف منه. فضلت سعاد تصرخ وتعيط لحد ما الجيران اتلموا وشافوا الجثه واتصلوا بالشرطه. وصلت رجال الامن وعينوا مكان الجريمه واخدوا سعاد والجثه، وبدات التحريات والتحقيقات. مع بدايه التحريات لقت الشرطه الدليل اللي وقع القاتل، لكن كان لازم يعرفوا الاول اسم القتيل ايه وعلاقته بالقاتل ايه، عشان الجريمه حصلت سنه 1950 وما كانش سهل التعرف على الجثه. فاضطرت الشرطه انهم ينشروا صوره القتيل في الجرايد يمكن حد يتعرف عليه. ومن الناحيه الثانيه استمرت التحقيقات مع كل الناس وفي كل مكان. بدات التحقيقات مع سعاد، فقالت انها ما تعرفش القتيل وما شافتوش غير مره واحده قبل كده لما كان واقف في الصاله وبيبص لها. ولما سال البوليس جمال عن القتيل قال انه عمره ما شافه قبل كده، وانه كان مسافر عند اخوه في اسكندريه ولسه راجع. الجيران ما كانوش يعرفوا حاجه ومحدش منهم شاف القتيل قبل كده. فضلت التحقيقات والتحريات شغاله لحد ما رجال الامن قدروا يعرفوا القتيل. اسمه مسعود الشريف. حد من قرايبه عرف صورته اللي في الجورنان وبلغ الشرطه. وهنا اكتملت الصوره. الضابط امر بالقبض على جمال واتهمه بقتل مسعود. حاول جمال الانكار في الاول كتير واكد انه ما يعرفش القتيل. الضابط قال له ان في شهود شافوهم مع بعض عند بيت مسعود، لكن جمال استمر في الانكار لحد ما الضابط حط قدامه على المكتب الدليل، الغلطه اللي وقعت الشاطئ. ميداليه مفاتيح جمال كانت في جيب مسعود وقت الحادثه. وهنا ما قدرش جمال يكمل في كذبه. قال للضابط انا هعترف بكل حاجه، وبدا يشرح خطته الخبيثه. قال جمال انه اتجوز سعاد من البدايه عشان كان طمعان في الفيلا، وحاول اكتر من مره انه يخليها تكتبها باسمه، لكن هي رفضت. الطمع والجشع اللي جواه فضلوا يزيدوا ووساوس الشيطان اشتغلت اكتر. فكر بعد كده انه يتخلص منها عشان يورثها، لكن خاف انه يتكشف. في الوقت ده اتعرف على مسعود وحكى له عن مشكلته مع مراته، وطلب منه انه يساعده في تنفيذ خطته عشان يقدر ياخد الفيلا ومسعود ياخد مكافئته، ويطلعوا هما الاتنين من العمليه دي كسبانين. وتروح الغلبانه سعاد على مستشفى المجانين. وكمل جمال شرح خطته وقال عشان الخطه تمشي بشكل سليم كان لازم اخلص من سيدة الشغاله عشان البيت يفضى عليا. طلبت من مسعود يجي لي البيت بعد ما سيدة تروح تشتري السجاير، خليته يلبس الروب بتاعي وحطيت حبر احمر على الروب وعلى الارض. ولما جت سيدة وشافته افتكرت ان انا القتيل، وراحت جابت الشاويش اللي شاف الجثه هو كمان، وبعدها راح يبلغ الاسم. وفضلت سيدة في الفيلا، وساعتها ظهرت انا بقى. عملت نفسي خايف ومش عارف حاجه، وبقول لها مين قتل الراجل ده، فخافت جدا وفضلت تقول انها ما عملتش حاجه. فقلت لها تهرب بسرعه قبل ما البوليس يجي ويشوفها وما تظهرش ابدا دلوقتي. وبكده خلصت من سيدة. انا في الاصل ما كنتش متخيل ان سيدة هتبلغ الشاويش، كنت عايزها بس تخاف وتهرب. وفضلت انا ومسعود ننظف الارض بسرعه قبل ما البوليس يجي، وبعدها مشينا على طول. انا رحت عند صاحبي وهو راح على بيته. ولما رجعنا الفيلا كملت الجزء التاني من الخطه عشان ابوظ اعصاب سعاد. بعد كده كنت بخلي مسعود يجي يرن جرس الباب ويمشي، او يدخل البيت يعمل اي اصوات كركبه لما نكون نايمين، واعمل نفسي مش سامع حاجه. كنت بخلي مسعود يتصل على التليفون من غير ما يتكلم، واعمل نفسي مش سامع صوت الجرس. وساعات كنت بسجل اصوات صرخات على التسجيل واشغلها بالليل في الفيلا، كل ده عشان اخليها تخاف من الفيلا وترضى ببيعها. لحد ما يوم الحادثه كنت راجع من اسكندريه على البيت ولقيت مسعود جوه بيسرق الفيلا. اتخانقنا مع بعض فهددني انه يبلغ سعاد بكل حاجه. ساعتها ما قدرتش بنفسي غير وانا بجيب المسدس وبضرب برصاص. وقع قدامي على الارض ووقعت كل احلامي معاه. بس بعدها بشويه فكرت ان اللي ممكن اتهم سعاد في قتله، لان اعصابها كانت تعبانه فعلا وقربت من الجنون، فممكن بشويه ضغط تتخيل ان هي اللي قتلته من غير ما تفتكر. فرحت مسحت بصماتي من على المسدس بسرعه عشان ما يبقاش في دليل يربطني بالقتيل. ولكن ما جاش في بالي خالص اني نسيت مفاتيحي معاه. لو كنت افتكرت كنت هاخدها منه
بعد ما قتله. النيابة قدمت جمال للمحاكمة اللي حكموا عليه طبعا بالإعدام، وهنا اتقفلت قضية الفيلا الملعونة.